حمادة راح يزور صاحبه اللي في محافظة المنيا، ولما جه يقرب من بيت صاحبه لقى بنت خارجة من المحل. حمادة عجبه شكل البنت ولقى إن هي ممكن تكون مناسبة ليه. فضل ماشي وراها وهو ساكت لغاية ما عرف إن هي ساكنة فين. فكر إنه يسأل عليها، لقى ست جارتهم واقفة. راح سألها عن البنت اللي لسه داخلة، وعرف إن اسمها ولاء وإنها مش مخطوبة. ولما وصل عند صاحبه سأله على ولاء، وعرف منه إن هي إنسانة كويسة. حمادة عرف صاحبه إن هو عايز يجي يخطبها، وطلب منه يكلم والدها عشان يجي يقابله. صاحبه قابل والدها وعرفه إن حمادة شغال في شركة وإن عنده شقة بس في العشر في رمضان. الأب رحب وقال له يجي بعد 3 أيام. أبو ولاء ندى عليها وعرض عليها موضوع العريس، وعرفها إنه كويس وعنده إمكانيات إنه يتجوز بسرعة. وكانت الصدمة من رد فعل ولاء اللي وشها اصفر وعينها زاغت، وكل اللي عملته إنها راحت على أوضتها وهي حزينة. دخلت أوضتها ومسكت تليفونها وبدأت تكلم محمد حبيبها. أتاري ولاء بتحب واحد اسمه محمد معاهم في القرية. كان شافها وهي خارجة من مدرستها وأعجب بيها، وبدأ يكون بينهم نظرات. النظرات اتطورت لحب، وأصحابهم المقربين عارفين إن هما بيحبوا بعض. وعشان كده أول ما مسكت التليفون قالت له: الحقني يا محمد، بابا جايب لي عريس، تعالى تقدم لبابا واخطبني منه. بس محمد قال لها إنه ظروفه ما تسمحش إنه يتقدم دلوقتي ولا عنده إمكانية إنه يتجوز، وطلب منها إنها ترفض العريس. تاني يوم الأب نده لها وسألها إنها فكرت في الموضوع ولا لسه، ولا قالتها له صريحة إنها رافضة الجوازة وإنها بتحب واحد تاني. الأب بهدوء قال لها: طب الواحد التاني ليه ما تقدمش؟ كلميه وخليه يجي يتقدم لي. قالت له: أنا كلمته بس هو بيقول إن الظروف مش سامحة وإنه مش مستعد دلوقتي إنه يتجوز. قال لها: أمال بيعرفك ليه؟ يبقى ده بيلعب بيكي. وإنه سأل على حمادة وعرف إنه إنسان كويس ويقدر يفتح بيت. ولا اضطرت إنها توافق على الجوازة وراحت بيته وهي مش حباه خالص. قلبها مع محمد، وفضلت متواصلة مع محمد حتى بعد الجواز، وكل يوم تحكي له عن المعاناة اللي هي بتشوفها مجرد لما بتشوفه قدامها أو يقرب منها. وبعد 10 أيام من الجواز لقيت محمد بيقول لها: طالما مش قادرة تعيشي معاه يبقى خلاص نخلص منه ونتجوز احنا. ولاء فرحت وقالت له: يا ريت، بس ده هيكون ازاي؟ قال لها: كل اللي عليك تعمليه ان انتوا لما تخرجوا مع بعض عرفيني قبلها. وفي اليوم ال12 من جوازهم اتصلت بمحمد وقالت له ان هم خارجين النهارده الساعة 3. حمادة خد عروسته وخرج معاها زي ما وعدها، واتفاجئ وهم ماشيين جنب مركز شباب العاشر من رمضان باتنين بيهجموا عليه وبيضربوه بخشب على دماغه ويسرقوا فلوسه وموبايله. ولاء صرخت عملت نفسها انها متفاجئة وبدأت تنده على الناس، وكان طبعا عشيقها وصاحبه هربوا. ما هم خططوا ان الموضوع يبان انه سرقة وان القتل جه بالصدفة، وكانوا حاطين كمامة على وشهم عشان ما يظهروش قدام الكاميرات. بس الأمن لما جه وفرغ الكاميرات قدروا يتعرفوا عليهم. الأمن عمل تحريات عن حمادة وزوجته وبدأوا يفحصوا تليفون الزوجة، واتأكدوا إن هي تعرف اللص كويس وإنها متواصلة معاها وبينهم رسايل. تم القبض على ولاء اللي اعترفت بكل حاجة وعرفتهم المكان اللي محمد مستخبى فيه مع صاحبه. وتم القبض على محمد وشريكه، ووجدوا معاهم موبايل حمادة الغلبان والفلوس اللي كانت في جيبه. وتم إحالة ولاء الخاينة هي وعشيقها وصاحبه اللي تطوع مشكورا إن هو يقتل واحد ملوش أي ذنب ولا حتى يعرفه، لمجرد إن هو بيخدم صاحبه عشان لما يعوزه يلاقيه. وعشان التلاتة فوق سن ال20 يعني مش أطفال، فممكن يتحكم عليهم بالإعدام. وفي الختام وقبل ما أقولك سلام أفكرك تشترك بالقناة وتعمل لايك للفيديو وأشوفك مع قضية تانية ومجرم تاني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.